برج العقرب. هتكلم معاكم عن شهر ميولك ورغباتك هي المتحكم الأول في كل شيء في حياتك، لكن تحذير خطير والغلطة أخطر، لا مجال للخطأ فستكون تحت المنظار. وهنا المشكلة تكمن أنك ستكون من الممكن أن تكون غافل نوعا ما نتيجة لمشاعرك. عشان كده بقول عليه شهر خطير جدا وشهر فاصل، هيحدث معاك تغييرات ومستجدات من الممكن أنها لم تحدث معك من قبل. مشاعرك تتحكم وميولك ورغباتك هي المسيطرة، لكن احذر أن تكون غافل لما يدار ضدك من شخصيات حتى لو عاملة أنها معاك لكن هي في الأساس ضدك. هتكلم بالتفصيل عن هذا الشهر الخطير، لكن تنويه بسيط. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة ولسه داخل على قناة جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما بيظهر لك، وفعل الجرس. خلاص بقيت مشترك معانا في القناة. ما اعرفش ليه الناس ما بتشتركش، يعني الناس اللي بتتابعنا يعني طبعا عندي الالاف وعندي يعني مئات الالاف مشتركين طبعا الحمد لله، لكن انا بتكلم عن الناس التانية اللي بتنسى. يعني اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة الساعة 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقة خلال السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا الأقل حظا، كل شيء وبعرفه لك. يعني مش بهرب منك، يعني ان انا بكلمك مكالمة مباشرة عشان انا راجل واثق انا بقول لك ايه، واثق انا بعرفك ازاي، واقول لك الشخصيات اللي حواليك لدرجة انك تتفاجئ من كل كلمة بقولها لك زي ما كل بأمر الله بيتفاجئ. اللي عايز قراءة بعملها لك مكالمة مباشرة، مش ورقتين ببعتهم زي أي حد، وقلت الكلام ده كذا مرة قبل كده. تواصلوا معايا على رقم الواتس وانتظروا لآخر حلقة عشان أقول لك آخر حلقة إزاي القراءة بتتم، ونبدأ في حلقة خطيرة لحبايبي برج العقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج العقرب شهر أغسطس 2023. إيه الحكاية؟ هتكلم عن التحركات الكوكبية التي تجعلك أو تجعل ميولك ورغباتك هي المسيطر عليك. أولا، عطارد والمريخ متواجدين في بيتك ال11، وعطارد للشر طارد، وعندك علاقات رائعة، وتلك العلاقات هتغريك إنك تبدل أو إنك تتغير أو إنك تقدم بمشاعرك. يعني ممكن شخصية تأثر عليك. هتكلم معاك وإيه اللي هيحصل. ممكن الشمس متواجدة في بيتك العاشر، بيت السمعة وبيت الشهرة وبيت نظرة الناس. أيضا الزهرة متواجدة لكن متراجعة في برج الأسد، بيتك العاشر. لغاية يوم 22 الشمس متواجدة في بيتك العاشر، ثم بعد ذلك تنتقل الشمس إلى بيتك ال11 وتستريح كثيرا بداية من آخر أسبوع. إذا الشغل كله في أول 3 أسابيع. ناخدها كده خطوة خطوة ونقول الطاقة العامة للشهر. الشهر او بدايه الشهر اول 3 اسابيع عندك عطارد والمريخ في بيتك ال11 بيت العلاقات، والشمس والزهره في بيتك العاشر. اذا نتكلم في تسليط الضوء على البيت العاشر والبيت ال11. طيب، البيت العاشر ليس بالسهل، خاصه وهذا او تلك التوليفه الكوكبيه اللي ممكن تحدث معك ان تكون تحت المنظار. فالبيت العاشر فترة مش هزار. عندك خطين موازيين، وجود التوزيع الكوكبية في البيت العاشر والبيت ال11 والبيت العلاقات. بيت العلاقات خلال الفترة وجود عطارد والمريخ في بيت العلاقات تجعلك تتعرف على علاقات، وممكن تقع معهم في مشاعر او امر شاعري او في هنقول انتماء. التوليفة الكوكبية الأخرى في بيتك العاشر تجعلك تحت المنظار، يعني أي قرار هتتخذه هتبقى تحت المنظار. ميولك هتتحكم، ميولك هتتحكم. من الممكن أن تقدم على علاقات، عشان نكون واضحين، من الممكن أن تقدم على قرارات جديدة غير مألوفة بالنسبة لك أنت كشخص.
ممكن تتأثر بشخصيات حواليك وتبدأ الاندماج معهم وهم في مكانة غير مكانتك أو غير وضعك في حياتك الطبيعية. فده بالنسبة لك ممكن يكون شخصيات مش نفس بيئتك، مش نفس فكرك، بيئات مختلفة أو أفكار مختلفة غير الأفكار بتاعتك، ممكن أشخاص أجنبية بالنسبة لك كمثال يعني. فتلك الميول التي ستجعلك تطلق العنان لرغباتك المكبوتة باتجاه هذا الشخص أو هذا الاتجاه الذي من الممكن أن يكون بالنسبة لحياتك مختلف، يجلب لك النظرة ويجعلك تحت المنظار والناس هتاخد بالها. يعني انت اتجاهاتك كل تحرك ليك انت تحت المنظار ومتشاف. البيت ال11 وتحركات الكواكب ده بيت العلاقات وبيت الميول والخطط. لكن البيت العاشر موجود فيه، ده العاشر ده بقى تقول عليه مثلا الناس اللي حواليك اللي بيبصوا لك يعني، تمام؟ شوف متقسمه ازاي سبحان الله يعني، تمام؟ بيت الشهره، بيت نظره الناس، بيت الجديد في حياتك. لكن فتره هتكون انت تحت المنظار. يبقى عندك امرين، عندك شغف لجديد، والجديد ده ممكن يكون ضد رغبات اللي حواليك. فانت خلال فتره هتعادي ناس كتير. دي الخلاصه بقى، لانك هتعمل اللي في دماغك وشخصيات معاك مش عاجبها وضعك، فانت هتعاند ناس كتير وممكن يحدث اختلاف، ممكن يحدث ابتعاد، ممكن يحدث مشاكل او توتر. وده طبقه على حياتك لو انت عارف علاقه جديده واللي حواليك مش عايزينك تعمل كده، داخل في عمل جديد لا يتناسب مع اخلاقك او وضعك الاجتماعي اللي انت بتعيشه كمثال، دنيا جديده عايز تدخلها وعندك تطلع عليها وانت اللي حواليك مش بيحاولوا يسحبوك لتحت. ده اللي هيبقى الطاقه العامه خلال اول 3 اسابيع. الاسبوع الاخير ترتاح من هذا الهم الفظيع. ليه؟ انتقال الشمس الى برج العذراء اخر اسبوع يجعلك في راحه افضل ويجعلك تسيطر وصاحب اتجاه وصاحب رؤيه، بل بالعكس هتلاقي الدعم من الاخرين. يعني الفتره دي هتثبت كفاءه، الفتره دي هتثبت انك الافضل، الفتره دي هتثبت ان اختيارك هو الافضل، وسيكون العين عليك وهتكون انت الاكثر حظا والاكثر سيطره. اذا اول 3 اسابيع هي الفتره المزدحمه الخطيره نتيجه لميولك التي سوف تتحكم ورغباتك التي ستظهر، والغلطات اللي ممكن تحصل منك ممكن تعمل لك مشكله. لذلك خد بالك وانت بتنفذ شيء وانت بتعمل شيء وانت بتبدا علاقه وانت بتسافر، خد بالك اول 3 اسابيع. اخر اسبوع هتستريح كثيرا من الناس اللي حاطه عينها عليك والناس الفقر اللي حواليك، وهتبدا انك تتاقلم حتى مع شخصيات غير اللي انت بتتعامل معاهم، وممكن تبدا حياه جديده في مكان تاني خالص. فتره مهمه جدا لحبايبي برج العقرب. عيد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه واللي سادخل على القناه جديد، اعمل اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عايز قراءه خاصه، بعمل قراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقه خلال السنوات القادمه الصوت الاكثر حظا في الحظ كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي برج العقرب ان شاء الله يكون شهر يعني نعدي بيه في الخير، ويكون قراراتك صحيحه من غير مشاكل. جميع الابراج بامر الله تكون بامن وامان. السلام عليكم.